في حشرات كتير جدا بتعتمد على دم الكائنات الحيه كمصدر غذاء رئيسي ليها. الحشرات دي مش بس مزعجه لانها بتمتص الدم، الحشرات دي كمان خطيره جدا زي مثلا الناموس. بس الناموس مش بيعتمد على الغذاء بتاعه في الدم، الناموس بيعتمد على تكوين البيض بتاعه من خلال الدم بتاعنا، لكن هو بيتغذى بشكل طبيعي على الرحيق. بس مشكلته ان بينقل امراض كتير مع كل قرصه بيقرصها. عندك كمان حشره بقى الفراش اللي بتهاجم بالليل وانت نايم عشان تمتص الدم، لان المصدر الرئيسي بتاع الاكل بتاعها هو دم الانسان. كمان القراد اللي بيعتمد بشكل رئيسي على دم الحيوانات، القراد عنده امكانيه ان يقف فوق جسم الحيوان ويمتص الدم لساعات طويله، ده غير امراض كتير جدا بتتنقل عن طريق القراد زي البابيزيا والإراخية. الغريب في الموضوع ان الحشرات دي مش بتحتاج كميات كبيره من الدم علشان خاطر تعيش. بس مش المشكله في كميه الدم اللي بتمتصها من جسمك، المشكله في كميه الامراض اللي بتنقلها بسبب التنقل من جسم للتاني. يعني البق اقل عرضه لنقل الامراض من الناموس. عشان كده لو لقيت اي علامه لوجود اي حشره من الحشرات دي موجوده عندك في البيت، الحل الوحيد انك تتصرف بسرعه. احنا هنا هنساعدك عشان تتخلص من الافات باحدث الطرق عشان تضمن لنفسك بيئه نظيفه وامنه.